بص انا عايز اقول لك ان ربنا معاك، ربنا مش هيسيبك، ربنا هيرزقك. اسمع كده القصه دي. بس اولا صلي على النبي. ولو محتواي عاجبك وعايز تشوفني تاني استاذنك في اشتراك لو بتسمعني على اليوتيوب، ولو على اي منصه تانيه استاذنك في متابعه واعجاب بالفيديو وتبعت الفيديو لاصحابك. في يوم من الايام سيدنا سليمان كان قاعد على شاطئ البحر، ولقي نمله في بقها حبات من القمح، ولقي سلحفاه جت تاخد النمله وفتحت بقها، والنمله دخلت جوه بق السلحفاه ودخلت جوه البحر، فغرق سيدنا سليمان في بحر التفكير عن ذلك. وبعد كده طلعت السلحفاه وخرجت النمله من بقها وما كانش في بق النمله حاجه. فسيدنا سليمان استدعى النمله وسالها عن هذا، فقالت له: يا نبي الله، داخل هذا البحر حجر مجوف وداخله دودة عمياء تحت صخرة، وأمرني الله برزقها عن طريق أن السلحفاة تأخذني إلى الحجر، وأن أدخل إلى الدودة العمياء وأوضع الأكل في فمها. فسيدنا سليمان اتعجب فسألها: طب هل سمعتها تقول دعاء؟ قالت: يا رب، يا من لا تنساني في هذا الحجر المجوف، لا تنسى رحمتك على عبادك المؤمنين يا أرحم الراحمين. فربنا اللي فاكر نملة، لا مش نملة، شوف لو مركز معايا في الفيديو كنت عرفت. فربنا اللي ما نسيش دودة عمياء تحت الصخرة جوه قاع البحر مش هينساك. صلى على النبي بقى في الآخر.